احيانا الواحد بيقول كلام عشان يخلع نفسه فيلاقي نفسه لبس في الحيط اكتر. انا يوسف التهامي العميد. بنكمل كلامنا على الفيديو اللي نزل امبارح وهقول لكم على موقف تاني السيد يحيى الكومي حط نفسه فيه. الباشمهندس كان طالع في لقاء تلفزيوني مع هاني حتحوت واتكلم عن فتره رئاسته الاخيره للنادي واسباب الانهيار، فحتحوت ساله عن لعيب في الفرقه اسمه محمد خليفه، لعيب كويس على فكره. يوم يحيى الكومي طالع بعضمه لسانه قايل انه جاب خليفه ده مجامله لابوه عشان ابوه صاحبه، وراح قايل معلومه تانيه محدش عارف ايه لازمتها في الحوار بس هو قرر يقولها وخلاص تبرعا منه يعني. قال لك وان الولد ده اخته متجوزه ابن مرتضى منصور. طب وده علاقته باللي احنا بنقوله؟ قال لك ايه بقى؟ الولد ما كانش مكلف النادي حاجه وكان جاي ببلاش وما كانش بيقبض، وان والده كان هيدعم النادي ويعمل لهم مبنى تجاري وكلام تاني كتير كله بيدين بقى الاستاذ يحيى الكومي. وهنا انا بشوف ان مفيش عيب على اللعيب نفسه، لان الكلام ده لو حقيقه يا باشمهندس العيب هيكون على اللي وافق ان هو يجامل، وده معناه انه بيقبل وسايط في المطلق مش بس في اللعيبه. والمعنى الاكبر بقى انه مستعد يعمل اي حاجه لاي حد طالما هيشخشخ جيبه. قلت ايه يا شاعر؟ احنا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي زبون. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي، ناخدها ونديله 50 جنيه. وهنا ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي حاليا اللي ليه موقف محترم جدا مع اللعيب، طلع معاه لايف على صفحته الشخصيه على انستجرام واشاد بمستواه وقال ان الاسماعيلي نادي كبير ما ينفعش يحصل فيه الكلام ده وان الكوره ما بتمشيش كده. ده غير بقى ان اللعيب طلع وكذب الكلام ده كله وحط صوره شيك خارج من النادي الاسماعيلي باسمه، وده معناه ان هو كان بيقبض مرتب من النادي، وبكده يكون الاستاذ يحيى الكومي اتحط في موقف بايخ بسبب التصريحات اللي هو قالها وما كانش عارف ان هي هتتقلب عليه.